10 سنين من حياتي، 10 سنين من الحب والتضحية والثقة، وفي لحظة واحدة، لحظة ما كنت أتوقعها، انهار كل شيء. زوجي ما كان يغيب في السفر، كان يروح البيت ثاني، العيلة ثانية، والأطفال ما أدري عنهم شيء. اسمي نورة، وكنت أعتبر نفسي من أسعد الناس. زوجي خالد رجل محترم، شغله يخليه يسافر وايد. كنا متزوجين 10 سنين، ما عندنا أولاد، وكنا نحاول. كل مرة يرجع من السفر يجيب لي هدية، يقول اشتقت لك، وأنا أصدق عشان ما عندي سبب أشك. بدأت ألاحظ أشياء صغيرة، جواله يطفيه لما أجي بجانبه، يخرج من الغرفة لما يرن، ينام وظهره لي. قلت لنفسي كل الأزواج كذا، قلت أنا أوسوس، بس جسمي كان يحس بشيء، وإحساس الجسم ما يكذب. يوم طلبت منه جواله عشان أتصل، قال جوالي في مواضيع شغل سرية. أول مرة في 10 سنين يرفض. تلك الليلة ما نمت، بدأت أراقب. لاحظت أن رحلات السفر صارت أكثر، أسبوع كل شهر صار أسبوعين. قلت الشغل زاد، صدقت. بس يوم رجع من السفر، لقيت في جيب شنطته إيصال مطعم من مطعم في نفس مدينتنا، بتاريخ كان مسافر فيه. وقفت وأنا أمسك الإيصال، يدي ارتجفت، بس ما قلت شيء. حطيته في مكانه وبدأت أخطط. بعد أسبوع نام بعد العشاء، جواله كان على الطاولة. قلبي يدق بسرعة، مديت يدي، فتحته. أول شيء شفته صورة له مع امرأة وطفلين، وتحتها مكتوب عيلتي الحلوة. جلست على الأرض، ما قدرت أوقف. بدأت أقرأ الرسائل، 2 من الرسائل، 2 وهو يعيش حياة كاملة، بيت ثاني، أطفال، زوجة ثانية. وأنا هنا أنتظره وأشتاق له، وأحاول أخلف له أطفال وهو عنده أطفال من غيري. اللي كسرني مو الخيانة، اللي كسرني آخر رسالة أرسلها لها، كانت قبل 2 ساعة من رجوعه لي، وكتب لها راح أرجع بكرة، أشتاق لك. نفس الجملة اللي يقولها لي. لما صحى كنت جالسة أمامه، جواله في يدي. شافني وشاف جواله وفهم كل شيء. ما أنكر، ما اعتذر، قال بهدوء تعرفين الحين، كأنه كان ينتظر هذه اللحظة. كان عندي خيارين، أصرخ، أبكي، أفضحه، ولا أتصرف بعقل. اخترت العقل. بكيت بس بعيد عنه، ورتبت أموري بهدوء. طلبت الطلاق بدون ضجة، أخذت حقي كامل بالقانون، وغادرت براس مرفوع. الناس قالوا كيف تسكتين؟ قلت لهم الصمت مو ضعف، الصمت أحياناً هو أقوى سلاح. لو كنتوا مكاني تفضحون كل شيء ولا تأخذون حقكم بصمت؟ قولوا رأيكم في الكومنت. والجزء الثاني فيه اللي صار بعدين. اشتركوا عشان ما يفوتكم.